سريعا كده هنفتح مع بعض العلبه دي، والعلبه دي فيها خاتم. لا بص كويس. العلبه دي فيها فيل. ما فيهاش فيل، فيها اوزمو موبايل 6، وده يعتبر افضل مانع اهتزاز من شركه اوزمو. نخش في الموضوع على طول. مانع الاهتزاز ده هيحول التليفون بتاعك من موبايل عادي بيصور بطريقه عاديه وتقليديه جدا، حتى لو الموبايل ده من نوع ايفون، الى اكشن كاميرا. النهارده هنفتح مع بعض العلبه ونشوف محتوياتها، وبعد كده ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنبدا بقى نشوف المميزات اللي تخليك تدفع فلوس وتشتري الجيمبل ده. طبعا لو انت عايز تكون مميز في صناعه المحتوى. نفتح مع بعض العلبه كده ونشوف محتوياتها ايه. اول حاجه العلبه اللي موجوده دي طبعا اكيد هيكون فيها الضمان. نفتح كده بسم الله. بتتفتح منين؟ بتتفتح منين؟ زي ما قلنا كده الضمان، وفيها جراب اللي بتحط فيه الحامل بتاعك. اتاكد وانت بتشتري الاوزمو انك تعمل الاوردر كومبو بيكون موجود معاه القطعه دي اللي هي الجراب، بيكون موجود بقى معاه قطعه مهمه جدا. بس خلينا بس نشوف هنا ايه دي. هنا الكيبل USB بيكون موجود معاه القطعه دي اللي هي الحامل اللي بتثبت عليه الجيمبل دي. عشان تشتريها لوحدها يعني هتكون سعرها فوق ال 3000 جنيه. دي بتفتحها كده تحطها بقى على اي مكان، وبتبدا ان انت تثبت عليها الجيمبل وتسجل منها. وده بقى شكل الجيمبل النهائي، بيكون بالشكل ده كده. والقطعه دي الماجنتيك اللي هي بتركب عليها التليفون، وبعد كده بتبدا ان انت تحطها في الجيمبل هنا وتبدا ان انت تشغله. طيب ده بيشتغل ازاي بقى؟ مجرد ما بتفتحه كده خلاص كده هو اشتغل. بعد كده المفروض ان انت بتركب هنا القطعه الماجنتيك في الجيمبل وتركب التليفون. نجرب بقى مع بعض، انا لسه اول مره استخدمه. هو كده فول باتري لان اللمبه هنا منوره اخضر بالكامل. ركب الاول بقى ايه الحامل ده هنا في الجيمبل. ونجرب بقى نشبك فيه التليفون. القطعه دي وانت بتركبها هنا لازم تكون باصه ناحيه الكاميرا، يعني يكون دي العدله بتاعتها بالشكل ده كده. نركب بقى دي كده بسم الله. ايوه بس نخليها كده عشان زرار الباور، وتركبها في التليفون بالشكل ده كده ماجنتيك بقى. ايوه بس هو كده ركب. ضغطتين زرار لو انت عايز تصور بالوضع الافقي، ضغطتين زرار تانيين يرجعه لك للوضع العادي. طبعا انا لسه اول مره اجربه فمش فاهم اي حاجه فيه. والمفروض ان في تطبيق اسمه DJI ميمو اوزمو، المفروض ان انت بتربطه عشان تقدر تستغل المميزات اللي موجوده فيه. هنربط بقى التطبيق ده بده وبعد كده نشوف بقى المميزات ايه. فان شاء الله الفيديو الجاي انا هنزل بالترايبود ده مع الترايبود ده عشان نصور من هنا ومن هنا، واوريكم الفرق بين ده وبين ده. ده كده زرار التحكم، هذه حاجه اكتشفناها جديد مع بعض اهي. ده زرار التحكم اللي بتنزل بيه الكاميرا لفوق وتطلعها لتحت كده. المفروض بقى ان هو فيه سيلفي ستيك، يعني المفروض ان انت ايوه كده عشان لو عايز تصور وضع السيلفي. انت كده طولتها شويه يعني. فدي ميزه موجوده في الاوزمو موبايل 6 وموبايل 5، مش موجوده بقى فيما قبل يعني. كده اهو بصوا، يعني عايز بقى اصور يمين شمال فوق تحت. المفروض بقى ان هو في تراكنج، بس التراكنج ده اللي هو تتبع حركه الجسم. لو انا هثبته كده وابدا اصور فلازم انزل التطبيق. حلقه النهارده كده كانت حلقه خفيفه، فتح صندوق DJI اوزمو موبايل 6. استنوا بقى ان شاء الله الفيديوهات الجايه هنعمل تجربه عمليه ونبدا ان احنا نستخدمه عشان نشوف ده يستاهل يدفع فيه 9500 جنيه ولا لا. والسعر ده هو سعره في مصر، لكن ده انا جايبه من بره، ما اعرفش سعره بصراحه موجود هنا في مصر ولا لا. سالت عليه في كذا ستورز مش موجود اساسا. وكان اخر سعر ليه كان حوالي 7000 جنيه، فانا ما اعرفش حقيقه دلوقتي هو سعره عامل كام. لكن هو موجود على امازون
الامارات في حدود 4300 جنيه. احسب بقى انت تكلفة الشحن والجمارك والكلام ده وشوف هيقف عليك بكام. دلوقتي هنتعرف بقى مع بعض على طريقة تشغيل اوزمو موبايل 6 والامكانيات بتاعته، وازاي نربطه ونحمل البرنامج اللي بيسمح لك ان انت تشغل المميزات اللي فيه. هنخش اول ما تفتح العلبة كده على الباركود ده، بعدين كده تفتح جوجل، تجيب وضع الكاميرا، وبعد كده تعمل سكان على الكود ده، هيدخلك مباشرة على الصفحة بتاعة البرنامج. هتدوس هنا جيت، تحمل التطبيق، وبعد كده تعمل تسجيل عن طريق جوجل او تسجل ايميل جديد. زي ما انتم شايفين البرنامج هيبقى فاتح بالامكانيات بقى ايه اللي موجوده بتاعته. الامكانيات دي مش هتلاقيها في الكاميرا العاديه، فلازم ان انت تحمل البرنامج. بعد كده هنيجي نركب القطعه اللي هي الماجنتيك دي، وزي ما انتم شايفين بيكون في شكل لعلامه بيكون شكل علامه الكاميرا بالمنظر ده، وعامل لك سهم لفوق، فتاكد ان القطعه دي تكون باصه ناحيه الكاميرا. وبعد كده هنيجي بقى نبدا نربطها في الجهاز. شايف النقطة البيضاء اللي موجودة هنا دي؟ نوسطنها ونخليها تشبك في الحتة دي بالظبط. هنا العلامة الخضراء اللي موجودة تحت دي علامة البطارية، العلامة الحمراء اللي فوق دي بيقولك ان انت ما شبكتش القطعة بشكل مظبوط، فخلينا نشبك الاول القطعة بشكل مظبوط، وبعد كده نبدأ نتعرف بقى على بقية الزراير والامكانيات اللي في الجهاز. كده نورت بالاخضر، يعني معنى كده ان هو اشتغل بشكل مظبوط، بس لسه التليفون شكله زي ما انتم شايفين كده مقموص ومش جاي بشكل عادي. هنضغط هنا ضغطتين زرار، يبدأ بقى ياخد الوضع ده. بعد كده لو عايز تغير وضعية التصوير هنضغط ضغطتين زرار تاني. تمام، خلينا بقى نرجعه كده للوضع الاولاني. الزرار اللي احنا بنتحكم فيه بالكاميرا، يمين شمال فوق تحت. الزرار اللي موجود في الظهر ده بتضغط عليه دوسة واحدة كده بيعمل تراكنج زي ما انت شايف، يعني تتحرك يمين تتحرك شمال هيفضل عامل تراكنج معاك. هنشوف كده لو بعدنا هيفضل متتبعنا ولا لا. ده كده بيتبع الحركة بتاعتك. ولو عايز تلغي الموضوع ده تدوس عليه دوسة كمان، بتدوس هنا 3 ضغطات، يبقى 3 ضغطات بترجع لوضعية الفيديو. اما بالنسبة بقى للبقرة اللي موجودة في الجنب دي، فدي الزوم ان والزوم اوت. هنا عندك الهايبر لابس وفيها تايم لابس. طبعا الكلام ده مش هينفع اجربه من البيت، لازم بقى ان احنا ننزل نعمل مقارنة بين الترايبود الاوزمو، وليه ان انت لازم تجيبه، وبين الترايبود العادي.